اذا كنا بصدد ثوره وهذه هي الحقيقه، فاحنا بصدد ايضا ثوره مغدوره الى الان. مين اللي غدر بالثوره؟ لحظه الغدر واضحه جدا. لكن قبل لحظه الغدر عاوز اسجل ملاحظه مهمه على التناولات الاعلاميه لطريقه تقسيم النخب السياسيه. من الشائع جدا ان يقال انه هناك اسلاميون وهناك ليبراليون. طبعا دي مسخره حقيقيه في فهم هذا البلد. يعني مفيش حاجه اسمها اسلاميين وليبراليين. البلد فيه 4 تيارات فكريه اساسيه، في اسلاميين، في ليبراليين، في قوميين، في يساريين. وهذه المدارس الاساسيه الاربعه اختصارهم فجاه لتيارين هما وجهين لعمله واحده، يراد به ان احنا نقفز نسيب كل التناقضات الاساسيه التي ادت الى الثوره. يعني التناقض يعني الوطني وجين لعمله واحده. اقول لحضرتك يعني ببساطه شديده جدا، جوهر البرنامج الاقتصادي الاجتماعي لحزب الاخوان المسلمين هو جوهر الاختيار الاقتصادي الاجتماعي لحزب نجيب ساويرس والحزب الوفدي الى اخره. اللي هو القسمه الحقيقيه هي بين ثوريين ورجعيين. وفي الثوريين في اسلاميين كذلك، في قوميين كذلك، في ليبراليين كذلك، في يساريين كذلك، وفي الراجعين ايضا او الثوره المضاده او معسكر الثوره المضاده كذلك. يعني لذلك دعني احدد ما هو الفرق بالضبط مع كامل الاحترام الشخصي بين الدكتور محمد بديع وبين الدكتور السيد البدوي وبين نجيب ساويرس. الحقيقه في مبالغه مقصوده متعمده في حكايه العلمانيه والدينيه، واحنا دوله يعني دينيه ولا دوله مدنيه. لايه؟ لاخفاء وحده البضاعه. وحده البضاعه عند تيارات لها شان حصلت مالا كان مكون جماعه البيزنس في ظل مبارك، او اقتربت من الامن زي جماعه الامن، لان جماعه مبارك كانت مزيج من جماعه الامن وجماعه البيزنس. وفي هذا السياق انا لا ارى فارقا جوهريا حتى بين المهندس خيرت الشاطر والمهندس احمد عز في الدلاله السياسيه. هنا ليه بقول كده؟ خيرت الشاطر زي احمد عز. ليه بقول كده؟ بقول كده ببساطه لانه فكره قسمه نخب السياسه الى اسلاميين وغير اسلاميين هذه قسمه ضاله ومؤذيه جدا لفكره الثوره المصريه ومؤذيه للحقائق على الارض. الشيء الاخر اللي عاوز اكده ان الثوره غدرت امتى؟ غدرت اول ما دخلنا طريق الضلال. طريق الضلال يمكن تاريخه باستفتاء 19 مارس 2011. اتغدر بالثوره. ماشي؟ يعني الغدر الجوهري. أراد المجلس العسكري أن يكمل مسيرة مبارك لأنه هو جزء لا يتجزأ من إدارة مبارك، فالوصفة التي تركها مبارك في أيامه الأخيرة اللي هي إجراء تعديلات على الدستور وتشكيل لجنة، غير اللجنة وأبقى على جوهر الأمر، ثم تورطت في هذا التواطؤ معه تيارات سياسية. طبعا غلبت عليها قيادات التيارات الإسلامية، هذه حقيقة. واتكلمت عن أن الاستفتاء استفتاء على الجنة والنار، وكتبت روشتة جنة قادتنا إلى النار التي نحن فيها الآن. قادت البلد إلى النار التي نحن فيها الآن. النتيجة إن البلد هتعيد السنة. هتعيد السنة ليه؟ لأنه كل اللي أنت عملته، أنت تجاهلت أولا إن أنت لازم تزيل الركام عشان تقيم نظام جديد. تجاهلت إيه؟ يعني إيه؟ تجاهلت واحد العزل السياسي، وقد عددنا مبكرا قائمة ب4000 شخص على أسس موضوعية يصدر بهم مرسوم نافذ. 2 مصادرة الأموال المنهوبة. 3 إقامة محاكمات جدية. وفي تاريخ البلد مش محتاجين قانون بأثر رجعي. سنة 1956 في يوليا في قانون موجود في التراث القانوني المصري اسمه حكمة رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى. مش محاكمته بتهمة سرقة حبل غسيل أو مجاملة في فيلا أو هذا التحقير الذي يتم في محاكمات هزلية تنتهي دائما إلى إبراء القتلة والجناه وترك الضحايا بالحق الضائع. وفي نفس الوقت عشان تتقدم ببساطة لا يمكن أن تقيم عمارة، تحفر الأساسات ثم تبنى العمارات. نتيجة مخالفة قانون الطبيعة وقانون الثورات والأبجدية السياسية، نتيجة إيه؟ إن عندك مجلس شعب وشورى سرعان ما سار إليه فكرة البطلان، لأنه قانون الانتخابات شافعي ومالك وأبو حنيفة وحنابلة، قانون الانتخابات يهدر مبدأ المساواة. عملته 50-50%، عملته تلت، هو يهدر مبدأ المساواة. لأنه البرلمان ده هيتحل يعني. فالبرلمان هيتحل، فترك هذا عمدا لأن في حاجة إليه فيما بعد. ثم تتقدم أنت إلى انتخابات رئاسة. كان واضحا من البداية أن برضو حاطط العربة أمام الحصان، بتفتح باب الترشح، بتحدد مواعيد، والرئيس بيتقدم أو المحتملين واللي بقوا ما اعرفش هم محتملين دلوقتي ولا مرشحين مؤكدين بعد القائمه مؤكدين خلاص 13
على اي حال لا شيء مؤكد يعني. مصر أكيد. مصر بتعرف خبرها يوم كل ساعة، لا، يوم كل بيوم ساعة، دلوقتي. كل ساعة. الان انت بتقدم للرئاسه، لكن اهم من فكره الرئاسه هو الرئيس ده يشتغل ايه بالضبط. رجعنا تاني المسرحيه الشهيره اللي فيها ماري منيب بتقول لعادل انت جاي تشتغلي ايه؟ انت جايه تشتغلي ايه؟ سواقه يا ست هانم، سواقه. هو حتى مش عارف هو يشتغل ايه. هو هيشتغل رئيس بروتوكول ولا رئيس دي صلاحيات مطلقه كما كان الامر عليه؟ هيشتغل رئيس بركه ولا هيشتغل ايه؟ الاهم من ذلك ان الماده 28 كمان تحصين اللي هي تحصن وتؤله لجنه الانتخابات الرئاسيه بما لم يرد مثيلا له في التاريخ، دخلت ضمن استفتاء الجنه والنار. يعني هنا انا لا اريد الاشاره لذلك عشان اقول انه تيار معين يعني وارد ان تخطئ، لكن لابد من التراجع كليا عن الخطا، لان الاستمرار في الخطا قادنا الى خطيئه.